السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معاكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا النهارده فيديو جديد وشقة جديدة، يا رب شغلي فيها يعجبكم. النهارده شقتنا مش شقة عروسة، هي شقة مدام. بس هي كانت بتنقل، يا رب يجعلها أدم الخير عليها يا رب، ويجعلها نقلة خير عليها ويسعدها ويبارك لها في أولادها وفي بيتها، اللهم آمين. قبل ما نبتدي الفيديو بقى ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة، ولو الشغل عجبكم حطوا لي اكتبوا لي تعليق كويس، وادعوا لصاحبة الشقة يا رب يسعدها يا رب بحاجتها. نبدأ بالنيش. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عملت لها طقم الشاي والجاتو كده، ومع على الجنبين أطقم شربات. وعملت لها بقى الرف ده كله ازاز، ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. طقمين شربات في كل جنب، وفي النص كده طقم كاسات جولد. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ومن تحت بقى عملت لها الطقم الصيني، كان طقم صيني كبير اللي هو الكرتونتين، اللهم بارك. عملته لها على رفين كده، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما تنسوش تقولوا رأيكم بقى في الكومنتات في الشغل، وهسيب لكم لينك التواصل في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. يا ريت يا ريت اللي عجبها شغلي تقول لي كلمة حلوة كده تجبر بخاطري وتجبر بخاطر صاحبة الشقة. وهسيب لكم رقم التواصل على الشاشة. هنا البوفيه بتاعها، بسم الله ما شاء الله. عملت لها طقم الجاتو ده والغطا بتاعه، وطقم سمك تحت، وبعض الكوبايات بقى فوق وتحت وزعتها كده، كانوا كوبايات زيادة يعني على المطبخ. عملت لها طقم العشاء كده من فوق وفي النص كده طقم قهوة كان جميل جدا، اللهم بارك. ومجين كده شاي، اللهم بارك. ومن تحت بقى طقم الاكروبايركس زي ما حضراتكم شايفين، جمعته لها في رف واحد. الرف ده واسع يعني، ما شاء الله لا قوة الا بالله. بسم الله ما شاء الله. ده كان الطقم اللي هي هتحطه في الاخر بقى على الصالون وكده. عملت لها هنا صواني ستيل وبعض الكوبايات كده، ومن تحت الصواني اللي هي البايركس، وشنطة سكاكين وطقم شوربة. والمج ده هي كانت حباه، حطيته لها كده، بسم الله ما شاء الله. تعالوا نشوف بقى المطبخ مع بعض، اللهم بارك. مطبخ كانت مساحته حلوة، ده ما شاء الله مطبخ من مطابخ سكن مصر. وزعت لها كده على الرخامة كده حاجاتها اللي هي تستعملها، اللي هي قالت لي انها تستعملها يعني. طبعا احنا مش عروسة فمش هنوزع كل حاجة يعني، حطيت لها استعمالها بس. عملت لها من فوق كده الضلفة دي، الخلاط والعجان دي مش هتستعملهم يعني، عندها غيرهم. وزعت لها المجات دي في الأرفف الديكورية كده، بسم الله ما شاء الله. عملت لها هنا بقى البلاستيكات بتاعتها وحاجات الخزين وكده، حاجات زيادة بقى، جواكاتل زيادة وأطقم شفاشق وكده، بسم الله ما شاء الله. هنا طقم السيراميك ده، ومعاه طقم اللي هو التلاجة ده البايركس أكروبال، رفعته فوق. هنا بقى الأجهزة اللي هي تستعملها، خلاط بقى وهاند بلندر وكبة وكده، بسم الله ما شاء الله. حطيته لها جنب ايديها. عملت لها برضو هنا الكاسات استعمالها جنب ايديها وتقديم ضيوف. عملت لها هنا بقى من فوق كل الحاجة اللي هي هتستبعدها دلوقتي يعني، مكنة التقطيع دي وحالة الضغط ومكنة الآيس كريم ومكنة الخبيز وحافظ الطعام، وكاتل برضو زيادة بكرتونته للكولمان ده، بسم الله ما شاء الله. جمعت لها أخدت مني يعني الضلفة دي أخدت مني حاجات كتير. هنا التلاجة بتاعتها. الأدراج بقى عملتها للرفايع برضو، الأولويات اللي هي هتستعملها جنب ايدها في الأول. ومن تحت برضو حاجات الحادة وكده، والحاجات برضو يعني اللي هتستعملها دايما. من تحت بقى كل الحاجة الزيادة اللي هي لسه في أكياسها ما استعملتهاش، جمعتها لها في الدرج ده. عملت لها هنا بقى في الضرفة دي طقم الستيل ده، ومن تحت الطقم الألمونيوم، ومعاه أطقم صواني ألمونيوم. هي قالت لي ده اللي هي هتستعمله، فحبيت حطيته لها في الضرفة الواسعة دي عشان تعرف تاخد منه يعني. الضرفة دي بقى كانت زاوية كده، هي عميقة من جوه بس فتحتها بسيطة. عملت لها من جوه طقم جرانيت، وبره كده طقم صاج داخله تيفال. ومن تحت بقى عملت لها الطقم التيفال، ومن قدام الطقم الستيل اللي هو الستيل المنقوش ده، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
يعني الضلفة دي مش هتستعملها إلا بسيط خالص، وحبيتها إيه أجمع لها فيها كل حاجة. عملت لها من فوق كده الفرن، عملت لها الطقم البايركس كامل. الشمس بس كانت جاية والإضاءة. هنا الرشاقة بتاعتها عملت لها الطقم اللي هو البايركس، وكوبايات بقى شاي ومية استعملها كده، هي اللي اختارته وهي اللي حابة يعني. وهنا بقى باقي الكوبايات بتاعة الطقم البايركس ومعاها شفشق مية ازاز. وهنا بقى الكاسات ومجات وكده. ما شاء الله لا قوة الا بالله. الضلفة دي بقى كانت واسعة برضو، اللهم بارك. عملت لها من فوق بقى آه، قارورة وكاسات وكده، بسم الله ما شاء الله. ومن تحت الطقم الأكروبال ده جمعته لها في الرف ده كامل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نظرة عامة كده المساحة بتاعة المطبخ يعني كانت حلوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شغلي كده أنا طبعا عملت الدواليب، بس طبعا يعني هي مدام مش عروسة فمش ما صورتهمش، ما حبيتش أصورهم. ادعوا لها بقى بالبركة والهنا والسعادة، وربنا يبارك لها في ولادها يا رب وعقبال ما تعمل لهم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وشقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.